تقريبًا واحد هيفضل يسجّل فيديوهات عشان يسأل يا جماعة أين الزمالك؟ سلسلة من الهزائم والخسائر التي لا حصر لها، فشل إداري ينعكس على اللاعبين في أرض الملعب، فشل إدارة كورة بالكامل في صفقات لا حول لها ولا قوة، فرقة من غير مدرب بنوصل بنلعب ماتش رسمي المفروض بطولة، حتى إن كانت البطولة يعني مش بطولة إحصائية، ولكن أنت بتلعب ماتش بالمدرب رقم 3 المدرب المساعد بتاع المدرب المساعد العام، يعني المدرب رقم 3 في الجهاز الفني. هو مش ذنبه برضه إن هو يتحط في ملعب زي ده ويتحط مع لعيبة زي دي وإن هو يتقال له درّب، هو مش سوء تخطيط، سوء إدارة، ما فيش مجلس إدارة، ما فيش فِكر يعني. الناس موجودة كل دورها إن هي مستنية مرتضى منصور يخرج من السجن لحد ما نشوف هنعمل إيه. طب مرتضى منصور مش موجود، ده هي مجموعة مجلس إدارة لا وجود له، كراسي بس موجودة، أسماء بس موجودة، إنما هم أفعال وشغل ما فيش يعني. مش عارف وبرضه مش فاهم برضه ليه قاعدين يعني، أنتم قاعدين ليه؟ مفيش أي حاجة أنتم تقدموها لنادي الزمالك، طب قاعدين ليه؟ ده السؤال برضه اللي هيجنني، واللي أنا عايز أفهمه. أنتم يعني دي وظيفة طوعية ما بتاخدوش مكانها مقابل، يعني مفيش حد فيكم بيقبض من نادي الزمالك فلوس، تمام؟ طب قاعدين ليه؟ أنتم لا عارفين تجيبوا مدرب ولا عارفين تشوفوا المشاكل، تحلوا المشاكل الإدارية اللي في الفريق. على فكرة مشاكل الزمالك وعلى فكرة مش لعيبة بس، لو حد فاهم إن المشاكل اللي في الزمالك لعيبة بس يبقى غلطان. اللعيبة دي اللي الزمالك السنة اللي فاتت كسب بيها دوري وكاس، مش هاقول معنى ذلك إن دوري وكاس إن إحنا هنفضل عايشين على النغمة دي بتاعة فيريرا ويفضل يقول لنا إحنا واخدين دوري وكاس، لأ هي الفكرة إن في مشاكل إدارية كبيرة جدًا في الفريق، مشاكل تعاقدية كبيرة جدًا في الفريق، الموضوع كله مش مدرب، الموضوع كله مش لعيبة، ممكن تجيب مدرب ولعيبة والفريق برضه هيفضل فاشل زي ما هو. الفكرة كلها الموضوع إداريًا، ما فيش إدارة للكورة، ما فيش سيطرة على اللاعبين، ما فيش إخلاص وحُب من اللعيبة تجاه بعض، وده بسبب مشاكل إدارية. قُلنا قبل كده محتاجين لجنة كورة، محتاجين قطاع، محتاجين طاقم أجنبي لقطاع الناشئين عشان تلعب ماتش زي ده. أنت مش بتلعب ناشئين ليه؟ معلش يعني إيشو قاعد برّه وعبد الله محمد كنا نفسنا نشوفهم النهارده في ماتش زي ده، كده هتخسر. ما هو أنت مش داخل البطولة دي عشان عايز تكمّل فيها ولا تكسبها، كده أنت الماتش ده بتلعبه باللعيبة، فمش بايع على حاجة في الدنيا. بنشوف النهارده إبراهيم رضاي حالته يُرثى له، سامسون لا حول ولا قوة، بعض اللعيبة برضه عليهم علامات استفهام في أدائهم، يعني ما فيش تجانس، ما فيش ترابط، ما فيش خطوط مشربة من بعض. في 10 دقايق بالضبط الفرقة كلّها فكِّت بمجرد إن دخل فينا جون، بمجرد إن إحنا دخل فينا جون الفرقة كلّها واقفة وفكِّت وحاجة يعني غريبة جدًا. الحقيقة القادم لا يبشر بأي خير، خصوصًا إن إحنا داخلين على بطولة عربية. أتمنى أتمنى حل جذري وسريع بتدخُّل من الدولة لإيجاد حل، لإني ما أعتقدش إن مجلس الإدارة الحالي هيقدر يعمل أي حاجة، لإنه لو كان يقدر كان عمل. ما تقوليش أصل مرتضى منصور كان في السجن وخرج، ما هو مرتضى منصور قبل ما يخرج من السجن كان الوضع زي ما هو، كان المشاكل كتير جدًا في الفريق، كان في لخبطة جدًا في الفريق، كان في أزمات في الفرقة، كان فرقة بتخسر برضه، فمش معنى خروج مرتضى منصور إن الدنيا هيتصلح حالها. بنناشد الدولة، جماهير الزمالك مش قادرة تستحمل ده كله، إحنا بنتعذب باللي بيحصل في الزمالك وبيحصل من اللعيبة. الجماهير النهارده قالت كل حاجة في الماتش، بس للأسف المخرج كتم الصوت وقفل البتاع، وأنا والله خلاص قفلت يعني، مش عارف مش لاقي كلام أقوله.